بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده في السريع كده، مش هنطول الفيديو قوي، بس بداية سلسلة بقى اللي انا كنت وعدكم بيها. هنتكلم شوية عن التعليم وشوية عن التدريب وشوية عن الفتنس. يعني نبدأ النهارده بالتعليم. في السريع كده، الفيديو دوت هيخص الناس اللي هم معلمين سباحة، ويخص الناس اللي هم دخلوا ولادهم يتعلموا سباحة، ويخص الناس اللي ولادهم في فرق سباحة. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني يخص مين الكلام ده؟ يخص كل من هو بيلعب سباحة. من اول ما الولد بينزل المية، الكابتن يقول له حط رجليك في المية، لغاية مستوى البطولات الدولية. بمعنى ايه؟ موضوعنا النهاردة خش في المفيد على طول، مش هنطول على بعض في البداية. الموضوع النهاردة عن التعليم، وخاصة طويل المدى. يعني ايه التعليم طويل المدى؟ يعني مش هنخش في كلام مجعلص قوي واقول لك خطة التعليم الكلي والتعليم الجزئي والتعليم الكلي الجزئي والكلي الكلي. دي كلها نظريات في التعليم او طرق في التعليم. ازاي بدي الولد مهارة عشان يكتسبها بأسرع شكل ممكن وبأفضل شكل ممكن. بالخلاصة كده، في ولد ممكن تديله او سباح تديله المهارة آه، بصورتها الكلية. يعني تديله الشكل الكلي بتاع المهارة. انت هتعمل الحركة دي كده، توريها له كلها على بعضها، وتخلي الولد يعملها كلها على بعضها. طبعا مش هيعملها بنسبة حتى 30% ولا 20% صح. هتبتدي بعد كده تقوم مقسمها له حاجة حاجة عشان يتقن كل جزء منها صح، وبعد كده ترجع تشغلها له كلها على بعض تاني. في واحد تاني يقول لك لا، انا هعلمها له حاجه حاجه الاول، وبعد كده اديله الشكل الكلي بتاع المهاره الاول. واحد تاني يقول لك لا، سيبك انت من الكلام ده كله، انا هخلي الولد الاول يشوف ويشوف ويشوف، يعني يتعلم بصري الاول، بعد كده بالفيدباك بتاعته هيبتدي التغذيه الرجعيه بتاعته يبتدي اعلمه حاجه حاجه، وبعد كده ابتدي ادخله في المرحله الكليه بتاعته. خلاصة الكلام ده مش موضوعنا دلوقتي، وده نفرد له فيديوهات بعد كده طويلة جدا، لان دوت موضوع كبير جدا، مش موضوع في البساطة اللي انا قلتها لكم في دقيقتين دي. لا، الموضوع كبير جدا ومعقد جدا، مش بالبساطة دي برضه. المهم، دلوقتي انت مدخل ابنك يتعلم سباحة، بعد اسبوع اتنين تلاتة المدرب ما عجبكش، ملعون ابو السباحة واللي بيمرنات، قوم واخد الولاد وماشي. طيب غيرت المدرب؟ لا. طب غيرت المكان؟ لا. طب عملت ايه؟ ولا حاجة، قعدته في البيت. طب ما ده غلط. طب سيادتك ما عملتش كده وصبرت على المدرب اسبوع اتنين تلاتة، الشهر خلص، جه مع نفس المدرب تاني. طب انت كلمته، لفت نظره لوجهة نظر حضرتك اللي هي انت شايف فيها حاجة غلط، حاجة غلط؟ لا، ما حصلش. طب وبعدين؟ ما يمكن المدرب مش واخد باله من حاجة. طب ارجع لصاحب الأكاديمية أو مدير الأكاديمية أو مدير مدرسة السباحة اللي في النادي أو الأكاديمية اللي أنت شغال فيها، قول له في واحد اتنين تلاتة أربعة، يقول لك يا إما أنت صح يا إما هو شغال بطريقة تانية. طيب صبرت وسكت ما اتكلمتش وما فتحتش بقك وفضلت مكمل زي ما انت. طب هل انت عارف الدنيا ماشيه ازاي معاك؟ لا، ما تعرفش. طب هل انت عارف الموضوع ماشي ازاي الفتره اللي جايه؟ رايح بيك لفين؟ هو شغال بناء على ايه؟ او رايح عايز يوصل بيك لفين؟ اهدافه ايه؟ برضو لا. لا، يبقى سيادتك لازم نقطه هنا بقى ومن اول السطر. نقطه هنا ومن اول السطر. اللي ابنك بيتعلمه في اول تمرينه هيفضل معاه لغاية اما يوصل لأعلى مستويات في البطولات. يعني ايه؟ يعني التعليم تراكمي، زي ما التدريب كده تراكمي، التعليم تراكمي. حاجة على حاجة على حاجة على حاجة، كل حاجة مبنية على الحاجة اللي قبلها، وكل حاجة بتخدم على الحاجة اللي بعدها، وكل حاجة بتساعد الحاجة اللي جاية قبلها واللي هتيجي بعدها. هو ده التعليم طويل المدى. ما تستعجلش على ابنك و... وتخطفه ما دام لقيت حاجه مش عاجباك، وتقوم ساحب الولد من الرياضه ككل. لا، ممكن تكون انت حاجه مش عاجباك، بس انت وجهه نظرك صغيره، وجهه نظرك انت شايف تحت رجليك هو ده الصح في المرحله دي. طبعا انت لازم تفهم ولازم تعرف ولازم تشوف الكلام اللي هم بيعملوه دوت صح ولا غلط. وبناء على كده انت حاجه من اتنين: يا هتسكت عن فهم، يا هتسكت عن اقتناع، يا هتسكت عن جهل من سيادتك. فانت لازم تسكت عن فهم وعن اقتناع. خلاص كده؟ فهم واقتناع باللي هم بيعملوه وتشوف نتيجته. مش معنى ان بقولك تعليم طويل المدى يعني معنى كده ان انت تصبر شهرين تلاتة سنة اتنين وشايف ابنك شغال غلط وساكت على كده. لا، ما بقولكش اسكت وقوم، ما بقولكش
اتنرفز وانفعل وقوم الدنيا، لا، افهم. افهم، ويا يفهمك يا يبين لك ان هو مش فاهم وشغال عشوائي باي طريقه ان كانت، والدنيا معاه مش مظبوطه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لازم تفهم هو بيعمل ايه الشهر ده، وبيعمل ايه الشهر اللي جاي، وبيعمل ايه الشهر اللي بعده، وبيعمل ايه الشهر اللي بعده. طيب ده تدخل في اختصاصات المدرب او تدخل في اختصاصات الفنيه للجهاز الفني، بس انت لو علاقتك كويسة وداخل بطريقة كويسة عشان تفهم بس مش عشان تختلق مشكلة او عشان تصنع مشكلة، هتفهم بمنتهى البساطة. وعلى فكرة هم هيساعدوك انك تفهم، لان اللي فاهم بيريح. اللي فاهم بيريح، لكن اللي داخل يختلق ويعمل مشاكل هو ده اللي متعب. هو ده اللي الناس ما بتكلموش، هو ده اللي الناس ما بتفهموش. يعني خلاصة الكلام، انا اشوف ابني بيعمل ايه واسكت؟ لا، شوف ابنك بيعمل ايه واسكت لغاية اخر التمرين. بعد كده روح اسأل الكابتن، السلام عليكم يا كابتن، في واحد اتنين تلاتة اربعة انا شفته بيحصل النهاردة، هل ده صح؟ يقول لك لا هو مش صح بس هنصلحه المرة اللي جاية، او يقول لك ده صح في ظل الفترة اللي جاية هنقومه وهنصلحه عشان نوصل بيه لتارجت معين. تمام، انت كده فهمت ان دوت مش صح، بس ايه، هيتصلح الفترات اللي جاية. تمام كده. وهكذا الكلام دوت في اي لعبة رياضية، وهكذا الكلام دوت في الدراسة، وهكذا الكلام دوت في كل حاجة. يعني ما ينفعش مثلا واحد بيتعلم سواقة هيتعلم سواقة من غير ما يبقى عارف أجزاء العربية اللي بتحركها إيه. ما ينفعش، لازم تتعلم نظري وبعد كده تبتدي تقعد في العربية، المدرب السواقة يفهمك أنت هتعمل إيه، وديت بتعمل إيه، وديت جاية منين ورايحة فين، ودي هدفها إيه، ودي مهمتها إيه، وهكذا. نفس الكلام برضو في السباحة وفي أي حاجة. ماشي، حلو الكلام قوي. برضو يعني إيه طويل المدى؟ يعني إيه؟ ما أنا قلت لك لسه من شوية. يعني أنت اللي هتتعلمه في أول تمرينة هيفضل معاك مكمل لغاية أعلى مستوى هتوصل له. طيب برضو انت عايز تقول ايه من الفيديو ده؟ عايز اقولك ان انت ما تبقاش نظرتك قصيرة، ما تبقاش مستعجل، ما تبقاش عايز النتيجة السريعة، ما تبقاش عايز اخطف واجري. هو زي الترند اللي بيقولك انتش واجري. لا، لا 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 لا، مش كده خالص. مش كده خالص. دخلت ابنك رياضة، انت بتدخل الولد في مجال عشان تستمتع بيه، نمرة واحد. نمرة اتنين، انت بتستثمر في ابنك او بنتك، نمرة اتنين. نمرة تلاتة، انت بتعلمه حاجات كتيرة جدا من خلال الرياضة دي، حتى لو هو الاخير على العالم في الرياضة دي. انت بتعلمه سلوكيات ومهارات، وتعدل سلوكه النفسي وسلوكه التربوي وسلوكه الذهني، وكل حاجة انت بتعدلها في ابنك من خلال الرياضة دي. الكلية اللي بتخرج مدربين اسمها كلية التربية الرياضية. كلية التربية الرياضية يعني تربية من خلال الرياضة، مش رياضة من خلال التربية. لا، تربية من خلال الرياضة. احنا بنغرس في الولد قيم وسلوكيات واخلاقيات وحاجات كتيرة جدا، يعني من الاخر كده بنساعدك في تربيته. من الاخر كده بنساعدك في تربيته، وده دورنا الاساسي. مش دورنا الاساسي ان احنا نجيب بطولات. البطولات دي حاجه كده جانبيه، لما نلاقي ولد طفره وماشي كويس والدنيا معاه حلوه وصباح الفل الدنيا تمام، الولد بيمشي لوحده وسالك وبيجري تمام، ندوس عليه سنه هيجيب البطوله حلوه قوي. لكن نفضل نعافر ونمسك الولاد ننفخهم، بالبلدي بننفخهم، بننفخهم ونعزق فيهم ونطلع عينيهم وعينين اهاليهم علشان الولد اصلا اللي قدراته قد كده. هو فين الولد اللي قدراته قد كده؟ اعمل منه حاجه كده؟ مستحيل، ما ينفعش، مش هيحصل. هي دلوقتي البطولات صناعه، والرياضه صناعه، بس هي في الاساس موهبه. في الاساس موهبه. الموهوب بيمشي لوحده، حتى لو اللي بيمرنه مدرب قد كده، مش مدرب عملاق، لا، اللي بيمرنه مدرب قد كده امكانياته محدوده يعني. الرياضه موهبه، فلو ابنك شايف فيه الموهبه دي او المدرب شاف فيه الموهبه دي، نميها له وساعده. طب لو مش موهوب، كمل وننمي له الشويه اللي فاضلين. هي اجزاء، هي اجزاء، جزء على الموهبه، وجزء على الدراسه، وجزء على التعليم، وجزء على الوراثه، اللي هو الجينات الوراثيه، وجسمه عامل ازاي، والطول والعرض والكثافه والعظم بتاعه ازاي، كثافته قد ايه، والعضلات بتاعته اليافها بطيئه ولا اليافها سريعه. موال كبير. كل حاجه فيها في دول ممكن تاخد فيديوهين ثلاثه. وجاي الكلام ده ما تقلقوش، جاي في السكه ما تقلقوش. الخلاصه، التعليم ما تستعجلش عليه. التعليم لازم يتم على اكمل وجه، ولازم يتم صح وصح قوي. الولد لما يكون
او السباح لما يكون متأسس كويس في التعليم هتلاقيه بيجري لوحده حتى لو مش موهوب، هتلاقيه سالك لوحده، هتلاقي طريقه مفتوح لوحده، هتلاقي الدنيا معاه ماشيه لوز اللوز. طولت عليكم بس كانت حاجه مهمه جدا وكان لازم اقولها لكم. تعليم طويل المدى مش معنى كده ان الواحد ما ياخدش نتائج سريعه، لا، هي نتائج بتاخدها على المدى الطويل، ولكن في ظل نتائج قصيره بتحصل على الخطوات القصيره. يعني لو انت مدخل ابنك هيلعب سباحه مثلا، هيلعب المفروض الطبيعي الولد يتعلم سباحه من سن 4 سنين مثلا لغايه اما يبطل مثلا على سن 18 19 20 21 زي ما هو مقدر له ان هو يعوم. يعني متوسط 15 16 سنه اللي هيعومهم. حلو الكلام. ما تجيش بعد سنتين في التعليم تلاقي الواد ما بيعومش. ما تجيش بعد سنه في التعليم تلاقي الواد ما بيعرفش يعمل كرول وباك وبريست بشكل كويس. ما تجيش بعد سنه في التعليم تلاقي الواد مش عامل الاربع عومات. ما تجيش بعد سنه في التعليم تلاقي الولد عايم مكسر. ما تجيش بعد سنه من التعليم تلاقي ابنك عايم اي حاجه وانت سايبه. طب سايبه ليه؟ عشان المدرب هو ادرى هو بيعمل ايه. تمام، المدرب ادرى هو بيعمل ايه، بس في مدربين ضميرهم قليل شويه، بيجي يهزر ويضحك ويتكلم وكلمتين حلوين وياخد بعضه ويخطف القرشين ويجري. دول قله قليله من المدربين، بس الاغلب الاعم ناس محترمين وناس افاضل وناس عارفين شغلهم كويس قوي، بيراعوا ضميرهم كويس قوي، والاهم من كده بيراعوا ربنا كويس قوي، وبيحللوا قرشهم كويس قوي. اللي زي ده امسك فيه بايديه واسنانك. لو ربنا وقعك في واحد زي ده محترم وبيراعي ربنا وبيراعي ضميره، امسك فيه بايديه واسنانك وخليه يكمل مع ابنك او بنتك. ده اللي هيعمل منه بني ادم، مش مهم يعمل منه بطل. في ناس انا اعرفها على المستوى الشخصي كانت بتستعجلها عشان ولادها يعملوا بطوله. يقول لك ايه المبدأ اللي هو يقول لك يا عم حين النهارده موتني بكره. لا، ربنا هو اللي بيحيي وبيموت. انت دلوقتي لو مستعجل على ميداليات، تعالى يا عم الحاج اوريك ابطال الميداليات اللي عندهم بالكيلو. قسما بالله الميداليات عندهم بالكيلو. مش عايز اقول اسامي عشان بس يعني ايه الموضوع ما يبقاش فيه احراج لحد، لان طبعا ما استاذنتهمش، فلازم قبل ما اقول اسم حد لازم استاذنه. الميداليات بالكيلو. اللي اتبقى ايه؟ ذكرى بالميداليات ديت اسمها ميداليات تذكاريه، ذكرى من الميداليات ديت. بس اللي اتبقى اهم حاجه البني ادم اللي احنا عملناه، البني ادم اللي ساعدنا في تنشئته، البني ادم اللي كل ما تيجي اسمنا عنده في البيت الاقي بابا ولا مامته بيدعي لي او بيدعي لنا، لان احنا كنا فريق عمل، ما كنتش انا لوحدي، كنا فريق عمل، وانا كنت ترس صغير قوي في الفريق ده، وما زلت ترس صغير وساظل ترس صغير. مفيش حد بيعمل حاجه لوحده. الفيديو طول انا اسف، ولكن ان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه كتير، والفيديوهات اللي جايه مهمه. وخد بالك سواء اذا كنت انت معلم سباحه او مدرب سباحه او ولي امر او سباح، اتفرج على الفيديوهات دي، مهمه جدا، هتفيدك، هتفهمك انت ماشي صح ولا ماشي غلط، هتعرفك الحاجات اللي بتتعمل معاك صح ولا غلط. شكرا، اشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله. السلام عليكم.